passive voice المبني للمجهول هو عنوان الفيديو تاعنا اليوم. درس موجه للسنة أولى بكالوريا. مرحبا بكم على قناتي Let's Study English مع الأستاذة خديجة. Let's start with the meaning of passive voice. Passive voice, we focus on the action rather than the doer. في passive voice الاهتمام تاعنا على الفعل كتر من الشخص اللي دارو. ناخدو أمثلة. أحمد eats an apple daily. أحمد كياكل تفاحة يوميا. أحمد هو الشخص اللي قام بالفعل، وأكل التفاح هو الأكشن أو الفعل اللي تقام به. غادي نبداو الجملة بأن أبل اللي هي تفاحة. ها كيفاش غنكتبو الجملة. An apple is eaten daily by أحمد. أكلت التفاحة يوميا من قبل أو من طرف أحمد. بما أن عندنا الفيرب في الأصل eats في simple present، كنخدمو ب auxiliary be في present plus past participle of the verb. كتكملو الجملة وكتقولوا شكون هو الشخص اللي قام بالفعل اللي هي by أحمد. وهذه هي القاعدة. subject plus am or is or are plus past participle of the verb plus object. بين قوسين درت لكم by plus doer لأننا لما عرفناش شكون هو الشخص اللي قام بالفعل ما كنديروش by. نشوفوا مثال آخر. present continuous. عندنا هاد المثال They are printing the newspaper now. يعني هما خرجوا جرائد دابا. إلا بدينا the newspaper ها كيفاش غنكتبو الجملة. The newspaper is being printed now. ما غنستعملوش by لأننا ما عرفناش شكون اللي دار الفعل، ما عرفناش شكون هما they. newspaper singular هذا علاش درنا is. نشوفوا القاعدة. subject إلا كان فيه I كنديرو حداها am، كان حداه مثلا كان newspaper كنديرو حداها is، كان شي كلمة اللي هي plural كنديرو are. هاديك ing اللي كاينة في الفيرب في الأصل كنديروها حدا be اللي هي being، وكنشدو الفيرب وكنديروه في past participle. كنكملو الجملة وكنستعملو by إلا عرفنا شكون دار الفعل. في هاد الجملة عندنا they هما، حنا ما عرفناش شكون، هذا علاش ما كنديروش by. بالنسبة ل present perfect عندنا هاد المثال Paul has done his exercises. يعني بول صوب تمارينه. بداو لكم الجملة ب Paul's exercises، يعني حيدو هذيك his وبدلوها باسم تاع الشخص اللي قام بالفعل. Paul's exercises have been done. كان عندنا Paul has done لأنه singular. ملي كنهضروا على التمارين حولناها have زدنا been وهبطنا done. هذه هي قاعدة ديال present perfect. subject plus has إلا كان subject singular مفرد، وكنقولوا have إلا subject plural بحال المثال اللي عندنا. كنكتبوا been وكتهبطوا هذاك past participle اللي عندكم وكتكملوا الجملة إلا كانت شي حاجة. كنستعملوا by إلا كان عندنا اسم الشخص اللي قام بالفعل. في هذا المثال بدلنا his باسم الشخص، هذا علاش ما استعملناش by. example of simple past we didn't finish the project. بدينا الجملة ب the project. The project wasn't finished. في active voice عندنا didn't finish، هذا علاش استعملنا to be في past plus not ودرنا past participle of the verb.
ما استعملناش باي لأن عندنا وي، وحنا اتفقنا أننا كنستعملو باي إلا عندنا اسم ديال الشخص اللي قام بالفعل. This is the rule. Subject plus was if the subject is singular, were if the subject is plural, plus past participle of the verb, plus object, and of course by plus doer. القاعدة هي هذه: ملي كيكون عندنا السبجكت مفرد كنستعملو was، إلا كان جمع كنستعملو were. كناخدو هداك الفيرب اللي عندنا في الجملة الأصل كنديروه في past participle وكنكملو الجملة. كان عندنا اسم الشخص اللي قام بالفعل كنستعملو باي. في هاد الحالة عندنا وي، يعني ما عرفناش شكون اللي دار هاد الاكشن، هذا علاش ما درناش باي. Another example of past continuous. John was doing the exercise when I called him yesterday. بدينا الجملة بدا exercise. الجملة الأصل كتقول باللي جون صوب أولا كان كيصوب تمارينو ملي صونيت ليه البارح. بدينا الجملة ب the exercise وغنكتبوها بهاد الطريقة: The exercise was being done by John when I called him yesterday. التمرين كان كيتصاوب من طرف جون ملي صونيت ليه البارح. هذه هي القاعدة: subject plus was إلا كان subject singular، were إلا كان subject plural، ing كنحطوها حدا بي اللي هي being، plus past participle of the verb plus object. وكنستعملو by بحال عندنا في المثال حيت عندنا جون. آخر مثال عندنا في الفيديو تاع اليوم هو models. We must build more schools. خاصنا نبنيو مؤسسات أخرى أو لا كثيرة. هنا عندنا must model اللي كيعني يجب وحده verb. ها كيفاش غنكتبو الجملة: More schools must be built. يعني مؤسسات كثيرة أو لا جديدة خاصهم يتبناو. This is the rule of modals. Subject plus must or mustn't, can or can't, may or might, could, will, should, needn't, plus be, plus past participle of the verb, plus object, and of course by plus doer. هادو هما المودلز اللي عندكم: إما must ولا mustn't، كان ولا can't. أي موديل من هادو كديرو حداه بي وكديرو حداه past participle تاع الفيرب اللي معطيكم في الجملة. وكتذكير راه past participle هو الخانة الثالثة اللي كاينة في الليست ديال irregular verbs. وكتكملوا الجملة، وطبعا إلا عندنا اسم تاع الشخص اللي دار الفعل كنديرو باي زائد الاسم تاع هذاك الشخص. It's practice time. أجيو نصوبو مع بعضياتنا هذا التمرين. Rewrite the following sentences. غادي نتعاودو تكتبو هاد الجمل بكلمة اللي جات مباشرة من بعد الفيرب. Let's start the exercise. A. They make shoes in that factory. غادي نتبداو هاد الجملة باستعمال shoes. B. They built that mosque in 1934. بناو هذاك المسجد سنة 1934. غادي تبداو الجملة ب that mosque. C. The students will finish the course by June. تلاميذ غادي يساليو هاد الدرس أولا هاد المقرر من دابا شهر 6. غادي تبداو الجملة ب the course.
D. They are repairing the streets this month. هما غادي يصوبوا الشوارع هاد الشهر. غادي نتبداو الجملة باستعمال كلمة the streets. E. They have finished the new product design. هما سالوا تصميم المنتج الجديد. غادي تبداو الجملة باستعمال the new product design. F. They were cooking dinner when I arrived. كانوا كيصوبوا العشاء ملي وصلت. غنبداو الجملة باستعمال كلمة dinner. G. Someone will speak Arabic at the meeting. شي واحد غادي يهضر بالعربية في الاجتماع. غنبداو الجملة باستعمال Arabic. H. Someone is going to prepare tea. شي واحد غادي يصوب أتاي. غادي نتبداو الجملة باستعمال كلمة tea. تقدروا تحبسوا الفيديو هنا باش تصوبوا التمرين. Here are the answers. A. They make shoes in that factory. هما كيصوبوا الأحذية في هذاك المصنع. وقلنا غادي نبداو الجملة باستعمال كلمة shoes. Shoes are made in that factory. بما أن make عندنا في simple present خدمنا ب to be في present اللي هو are زائد past participle of the verb make اللي هو made وكملنا الجملة. ما استعملناش by لأن ما عرفناش شكون اللي دار الفعل. B. They built that mosque in 1934. هما بناو هذاك المسجد سنة 1934. بدينا الجملة ب that mosque. That mosque was built in 1934. عندنا built في simple past. هذا علاش خدمنا ب to be في الباست اللي هو was plus past participle of the verb وكملنا الجملة. ما استعملناش by حتى هنايا لأننا ما عرفناش شكون هما ذاي. نكملوا التمرين. C. The students will finish the course by June. تلاميذ غادي يساليو الدورة في شهر يونيو. بدينا الجملة ب the course. The course will be finished by June by the students. الدورة غادة تسالي في شهر يونيو من طرف التلاميذ. D. They are repairing the streets this month. هما كيصوبوا الشوارع هاد الشهر. بدينا الجملة باستعمال the streets. The streets are being repaired this month. عندنا الفيرب هنايا في present continuous وعندنا streets plural. هذا علاش درنا are. هذيك ing حطيناها حدا بي اللي هي ولات being والverb repaired في past participle وكملنا الجملة. Sentence E. They have finished the new product design. هما سالوا المنتج الجديد. The new product design has been finished. المنتج الجديد سالا. الفيرب عندنا have finished في present perfect. هذا علاش عندنا the new product design singular قلنا has كتبنا been وهبطنا past participle of the verb. بالنسبة ل F. They were cooking dinner when I arrived. كانوا كيصوبوا العشاء ملي وصلت. بدينا الجملة ب dinner ولات عندنا dinner was being cooked when I arrived. العشاء كان كيطيب ملي دخلت أولا ملي وصلت. الفيرب هنايا في past continuous و dinner singular. هذا علاش درنا was عوض were.
ing حطيناها حدا بي اللي هي being، والverb cook درناه في past participle cooked، وكملنا الجملة. ما استعملناش by لأن عندنا they. G. Someone will speak Arabic at the meeting. شي واحد غادي يهضر بالعربية في الاجتماع. بدينا الجملة بArabic. Arabic will be spoken at the meeting. العربية غيهضروا بها في الاجتماع. الverb هو will speak، يعني عندنا موضوع أو future plus verb bare infinitive. درنا will، زدنا be، ودرنا past participle of speak اللي هو spoken في passive voice، وكملنا الجملة. H. Someone is going to prepare tea. شي واحد غادي يصوب أتاي. بدينا الجملة بتي، ولات عندنا tea is going to be prepared. أتاي غادي تصوب. هنا الverb هو is going to prepare. is going to كتعتبر موضوع، هذا علاش درنا حداه بي، وخدينا prepare درناه في past participle اللي هو prepared، وكملنا الجملة. درنا نقطة وما استعملناش by لأن someone كتعني شخص وما عرفناش شنو هو الاسم تاعو. That's it for today. Thank you.